السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. وهنا يا البنات بغيت نشارك معكم واحد المشروب بالنسبه للبنات اللي ضعفوا بغاو يزيدوا في الوزن ديالهم. حتى انا صراحه ضعفيت بزاف، تنتحرك، عندي بيبي صغير هذا، فاكيد غادي تضعفي، ما يمكنش لان كل شيء منك، ما كاينش واحد المساعده. اي حاجه تديرها انت، خاصك انت ديرها، الا ما درتيهاش ما غاديش دار. فاش نقول لكم البنات، المهم بغيت انا ندير واحد المشروب اللي نحاول نساعد به راسي ونزيد في الوزن. راكم عارفين حنايا النساء يعني تبغي تلبسي اي حاجه، سواء قفطان سواء بيجامه سواء شوا ولينا في الشوا اختي الله يجيب لنا شي شوايه اختي بالمغرب ما كايناش الشوا، تمشي للسواق تمشي هذا. والله الا توحشنا ايام صراحه. انا والوالده تحيه لك ماما، كنت نمشي انا ويا للسوق، نمشيو ناخذوا الشوا نجلسوا. واخا موجود الخير في اي بلاصه، ولكن في بلادنا مستحيل تلقاي هذيك الاجواء وتلقاي هذيك اللمه اللي حنا تنحسوا بها. سبحان الله، حنا المغاربه غير فين ما مشينا الحمد لله والشكر لله على كل حال، ولكن كل واحد فين كتب ليه الله سبحانه وتعالى. شوف فين كنا وفين ولينا. المهم البنات غادي نشارك معكم هذا المشروب، ونتمنى تجربوه اي بنت يعني باغا تزيد في الوزن ديالها. ان شاء الله انا نبقى نحاول مره ندخل شي حاجه في الروتين، يعني في الفيديو ديالي اي مشروب ولا هذا درتو راه غادي نشاركه معكم. وبالنسبه لي انا صراحه راه ما تنبغيش الغل، راه انا ماشي داك الغولد. المهم انا اصلا ما عمرني ما غلاضيت واحد الغولد اللي هذا، كنت دائما الحمد لله الجسم ديالي مزيان وهذا، ولكن دابا ضعفيت بزاف، فبغيت نرجع غير شويه. انا ضد الغلط، داك الغلط المعياق وداك الشيء انا ما تنبغي الصراحه. تنبغي غير الجسم يكون ديالك متناسق، وانت تتلبسي شي حاجه ولا هذه تتجي معاك. فالمهم طولت عليكم الهضره، فندوزو للتطبيق. المهم البنات عندي هنايا عندي اكاجو وعندي اللوز، هادو غادي ندخلهم دغيا هذيك القلايه غير شويه يتقرملوا وغادي نرجع. المهم البنات المشروب شنو غادي نحتاجوا ليه؟ هنا شويه الشيء اللي غادي نحتاجوا في هذا العصير. هنا عندي اللوز وعندي اكاجو، راه حمرتهم شويه. غادي ندير اول حاجه غادي ندير بعدا هاد التميرات. هنايا عندي 3 تميرات راه كبار، قطعتهم بحال هكا على جوج. غادي نديرو بسم الله. عندي هنايا حليب الصويا هو اللي غادي ندير، حيت انا داك الحليب الاخر تيضرني. تقدروا ديروا نتوما العادي، الحليب العادي هذا كمل الدسم، يعني ما عندكمش المشكل. دابا هذا غادي نصايبها القياس ليا انا. راكم عارفين الدراري ما يشربوش هذا الحليب هذا ديال الصوجه. الناس اللي عندهم وليداتهم صغار غادي هما نصايب لهم راسيهم وانا راسي، لانه هذا راكم عارفين ما يصلحش للولاد، تيصلح غير البنيات ماشي مشكل. غادي ندير القياس اللي غادي يكفيني. بسم الله. غادي ندير الشوفان. هنايا عندي تقريبا واحد 2 معالق كبار. غادي نزيد هذا الاكاجو، غادي نزيد غادي نزيد هنايا الوليدات الصغار عرفتي تيتلفوا الدراري. هنايا غادي نزيد هذا سليلات، غادي نزيد واحد معلقه ونص بحال هكا. وغادي نزيد من هذا الفول السوداني، تقدروا ديروه تقدروا ما ديروش. وانتوما هذا العصير هذا تقدروا تلعبوا عليه كيف بغيتوا نتوما. ديك المكونات اللي عندكم تقدروا ديروها، ماشي بالضروره هذا الشيء، على حساب الموجود. راه تجيبي غير 5 دراهم من الحاجه راه فيها، يعني ماشي تقولوا لا هذا راه شو غالي ولا هذه ولا اصلا ما فيش بزاف. لا حاجه ديري منها شويه وراه تيتخرج لك تبارك الله. غادي نجيب هذا ونقولوا بسم الله. نزيد شويه الحليب. البنات تقدروا تشربوا هذا العصير هذا قبل ما ديروا، مثلا لا بغيتي ديروا شويه الرياضه وهذا راه مزيان. الناس اللي ما تيقدروش يديروا الرياضه ما فاطرين ما والو، كتقدري ديري هذا العصير هذا. ايوا البنات هو ما درتش البنان، عاد غادي دابا ندير البنان ونبقى نعاود ثاني. اختي تيتلفوا ليا الراس هاد الدراري هادو والله. غنديرو
تيجي خاطر. لا لا لا، وانا بغيت نحلق عليه بحال هكا بهذا. هو ما قال لي راسي اختي هذا ما كان، بغيت نحزب له راسو. هو بالصحه والراحه. ايوا يا اختي، هنا بغيت نشارك معاكم هانتوما نفس داكشي تديري اليوم تعاودي غدا راه ما يمكنش، ولكن الحمد لله على كل حال. غادي نشارك معكم البرياني على طريقتي، بقاو متبعين الفيديو حتى الاخر. واحد الوصفه واعره للناس اللي ما عندهمش الحجبان حتى الشفار، ولكن غالبا انا تندير الحجبان والهذا والشعر حتى هي واعره واعره. بقاو مع الفيديو. اوكي يلا. ايوا هنايا غادي نشارك معكم الروز. المهم خديت هنايا واحد 2 كيسان ديال الروز بسماتي. هانتوما تنغسلوه مزيان. بعدا اول حاجه نبداو بالروز هو الاول نحيدوه علينا. غادي نغسلوه مزيان وعاد باش غادي ندير ليه نص سلقه. هنايا غادي باش غادي نحضر هما البنات. هنايا باش غادي نحضر البرياني، انا غسلت الروز مزيان. غادي نجيب كوكوت فاش غادي نسلقو، ندير ليه واحد نص سلقه غير تطلع ديك الغليه الاولى، من بعد تنطفي عليه. اول حاجه تناخذ الكوكوت غادي ندير فيها الروز ديالي يتسلق. بسم الله. باش غادي يجي من السم غادي ندير ليه واحد ورقات سيدنا موسى. شوفوا هاد الورقات راه جابتهم ليا ماما، يعني داكشي ناضي كناضي اختي، عرفتي كانوا خضرين ما شاء الله. غادي نلوح هنا واحد ورقات ديال اوراق الغار. غادي ندير واحد هذا ديال قرنفل، واحد الحبيبه القرنفل. بسم الله. باش ينسموا لينا هذاك الروز ديالنا تيجي فيه واحد المذاق خطير. غادي نزيد شويه ديال القزبر حبوب، البزار حبوب. اي منسمات بغيتو تزيدوها تزيدوها فداك عندكم داك الهيل، اي حاجه بغيتو ديروها تضيفوها. كاين اللي تيديرها في واحد الشبيكه باش ما تبقاش هادشي ملي تصفيه، ولكن ماشي مشكل. انا غادي نديرو هكا، غادي ندير فيها الطريف الحامض حتى هو تيعطي واحد المذاق زوين، ونديرو شويه الملحه. صافي غادي نزيد عليه الماء وغادي نديرو فوق البوطه يغلي كيف قلت لكم الغليه الاولى. المهم يكون الروز شي نوعيه مزيانه باش ما يتعجنش ليكم. انا درتو هنايا يغلي، من بعد ما غادي يغلي الغليه الاولى غادي نوريها لكم. شي حاجه اللي غادي نديرو فيها الدجاج. غادي ناخذ ضروري غادي ناخذ دانون. غادي ندير غير بسم الله. واحد الفير عرفتو شاحن ليا الثلاجه ويخليها مسكينه تتولي تغوت. المهم غادي ناخذ هاد الدجاج بارك عليه. هذا هو القياس اللي غادي ندير، ما غاديش نكثر. شنو تنديرو في هاد الدجاج؟ غادي ناخذ دانون السوس باش تيجي لينا داك الروز طري وتيجي لذيذ. نتوما طبعا تديروا الكميه اللي بغيتو والقياس اللي بغيتو ديروا الدجاجه، بغيتو ديروا نص، بغيتو ديروها كامله، يعني بغيتو تقسموها على جوج، بغيتو يعني الشكل ماشي الشكل، يعني هذا القياس ديال الدجاج تيبقى راجع لكم نتوما. فهمتوا؟ هانتوما انا درت دابا دانون. غادي ندير التوابل. عندي هنايا القزبر مطحون، معلقه صغيره تكون عامره. صراحه القزبر مهم في هذا البرياني وفي الرز كامل. هنا نص معلقه ديال
ديال الكمون، سواء مطحون ولا هكا ولا حبوب. 4 معالق ديال الحار. هذا البرياني تيبغي الحار، الفلفله الحاره، ولكن انا على ود الولاد الصغار، حتى انا شويه المعده هذا ما تنقدرش عليه. لكم الاختيار، اللي عنده مع الحار راه تيجي خطير. نص معلقه ديال الخرقوم. عندي هاد التوابل المطحونه ديال البرياني، تقدروا ديروا غير ورق الغار معاها الهيل، القرنفل، هذا القزبر حبوب والابزار حبوب، والقرفه عواد، وديرهم تدفيوهم فوق البوطه وتطحنوهم. هذوك هما التوابل ديالهم. كاينين هادو، كاينين ديال هادو ديال الكبسه، ضروريين صراحه، لانهم هما اللي تعطيهم داك المذاق المختلف في البرياني. وتطحنوهم. راه تتبقى عندكم هذوك المكونات تحتفظوا بها الوقت اللي بغيتوا ديروا البرياني، تتجبدوا هذيك المكونات. انا غادي نكتب لكم كل شيء هنايا. وشويه الملحه. هنايا انا عندي هذا جاهز، الزنجبيل مطحون هو والثومه. تاخذوا نتوما الزنجبيل فريش، يعني خضر، مع الثومه تتشدوهم تطحنوهم مع بعضياتهم. خديت معلقه صغيره، ضروري حتى هما في هاد الروز هذا ضروري باش يعطوك داك المذاق ديال البرياني. وهنايا حيت هنا راكم عارفين تيديروا هاد البرياني وهذا الشيء، هاد التوابل وهذا تلقاوهم صراحه وتيكونوا بجوده اللي زوينه. اما في المغرب وهذا راه تقدري تاخدي دوك المكونات كيف قلت لك وتطحنيهم وتبقاي محتفظه بهم. هنايا تناخذ القزبر ومعدنوس، غسلتهم مزيان وعندي اصلا مقردين، زدتهم على هذاك الدجاج، وزدت واحد شويه تحميره في الاخر. صافي تنخلط مزيان. وتزيدوا حتى شويه القرفه، ديروها عود ولا مطحونه اللي متوفر. وهذه هي التتبيله اللي غادي نحتاجو للدجاج. غادي نغطيوها بواحد البلاستيك ونخليوها تيتشرب الدجاج. شحال ما خليتو شحال ما تيجي بنين وتيجي طري. داك الياغور تيخليه يجي طري. هنايا غادي ناخذ واحد البصيله اللي غادي تكون كبيره، وغادي نحاول نقطعها قطع اللي غادي تكون رقيقه بزاف، باش غادي نحمرها مزيان حتى تكرمل. غادي نحصلوا على واحد التكرميله هي اللي غادي تعطينا واحد المذاق مختلف تماما للروز، وهي باش غادي تعطينا اختلاف ما بين الكبسه وما بين البرياني، لان الكبسه تتكون طيابها في شكل، وكذلك البرياني تيكون الطعم ديالو في شكل. فلان كنتي تاكلي روز غادي يكون ما كاينش الاختلاف، ولكن في الطريقه ديال الطياب تماك فين كاين الاختلاف. هنايا تنحاولوا نقطعوا البصله تكون رقيقه، ومن بعد تنديروها في زويته وغادي نقليوها. هذه الطريقه هذه تديروا البرياني مره ماشي دائما. هنا راه تياكلوا دائما اختي، ورغم ذلك مولفين، يعني ماشي بحالنا حنايا ما غاديش نقدروا نديروا ديما، رغم انه راه تيجي لذيذ وصافي. غير هذا تتولي تعرفيه وتتصايبيه يعني مزيان، صافي تتولي مبليه بيت انت تتصايبيه ديما. المهم هنا خديت واحد المقيله، خويت شويه الزيت، وغادي واخا انا راه تنتفادى الزيوت هذا، ولكن مره اختي راه ما عندنا ما نديرو. سالت لي الزيت البلديه اصلا ما غاديش نقلي فيها، ما يمكنش غادي تقلي فيها شي حاجه. وسالت لي هذيك الزيت تناخذها من واحد المحل اردني، راه تكون عندي 9 لتر تقريبا، راه تدي لك شحال وهي عندك. دابا مازال ما خديتهاش، تنفكر ناخذ ان شاء الله ديال المغرب. قالت لي ماما راه موجوده ان شاء الله، الى هذا ناخذ زيت البلديه. الصراحه ديالنا تتكون زوينه بزاف. غير انا جربت شحال من زيت ولكن ما عجبنيش الصراحه، وهذا العام هذا راه موجود الخير. ايوا ان شاء الله. المهم تتبقاو على هذيك البصيلات تتقليوها مزيان تقرملوها. الروز راني وريته لكم صافي، غير تطلع ديك الغليه صافي تنحيدوه وتنصفيه وتنخليه جانبا. هنايا غادي ناخذ واحد شويه الماء، غادي نخليه يطيب باش ندير فيه الزعفران. غادي نخلي واحد الكويس ندير فيه الشعيرات ديال الزعفران، باش غادي نخليوه حتى الاخر تنزوقوا به. ما عندكمش تقدروا ديروا غير هذاك الملون. الا ما كاينش تديروا غير الملون، تديروا فيه شويه الماء باش يعطيكم واحد اللون في الاخر، تيجي الروز ملون يعني تيجي هذا. صافي هنا راه حيت هذاك الروز تنخليه جانبا، تنصفيه تتغطيه وتخليه جانبا، مما وجدتوا البصله وداك الشيء اللي غادي تزيدوا على الدجاج. انا خديت هذا الكويس، غادي ندير فيه كيف قلت لكم شويه هذاك الزعفران، وغادي نزيد عليه الماء طايب ونخليه حتى هو ينتظر مع خوه الروز حتى الاخر بما وجد الدجاج.
هانتوما هنا البصله مازال انا تنحمر فيها حتى تكرمل مزيان. صافي هنا ملي تكرملات صافي غادي نشدوها، غنديروا واحد كلينكس باش غادي هذيك البصله داك الزيت اللي فيها تشرب لينا في هذاك كلينكس. وهنايا غادي ناخذ الكوكوط اللي غادي نطيبوا فيها اولا طنجره او داكشي اللي عندكم، المهم اللي كاين تقدروا تطيبوا فيه، مكاينش المشكل. غادي تاخذوا هذاك الدجاج غادي نضيفوه في هذيك الكوكوط، غادي نزيد السمن، هما عندهم هنايا هذاك السمن تيطيبوا به هذا الشكل هذا. لكن الا ما عندكمش نتوما ماشي السمن ديالنا هذا، واحد تيكون فيه واحد الطعم غير ما كاينش، تتاخدي غير زويته عاديه ولا زويته بلديه تخلطيها، اولا الزبده، اولا الزبده تزيديها حتى هي طيبي بها، المهم عندك الاختيار. انا عندي هاد السمنه هي اللي طيبت بها، زدت عليها هذاك التوابل، واصلا البصله عندي ديجا فيها الزيت يعني بلا ما يحتاج نزيد، درت غير هذيك السمنه الراصه. نتوما ديروا غير الزيت العاديه بلا يعني اللي الانسان كل واحد عارف الجسم ديالو كيفاش داير، انتي طيبي بداك الشيء اللي انتي تيجي معاك واللي مناسبك. المهم راه اللي دختي في اليد، غير نتيا ديري ونوي انوي. زدت هذيك البصيله اللي مكرمله وغادي نبقى نشحرها مع هذاك الدجاج اللي درنا ليه ديك التتبيله. غادي ناخذ واحد المطيشه نغسلها مزيان وغادي نخليوها بالجلده ديالها بكل شيء، مكاينش المشكل. غادي نقطعوها قطع صغيره ومن بعد غادي نزيدوها على هذاك الدجاج. غادي نزيدو على داك الدجاج من لا يبدا يتشحر لينا، وحاولوا تزيدوا في البوطه ما تنقصوش فيها، يعني تكون البوطه مجهده. راكم عارفين الدجاج الا كانت البوطه ناقصه بحال تيبدا يطلق داك الماء وداك الشيء، فمن الافضل عليو البوطه في الاول حتى تبدا تشحر لينا مزيان، عاد من بعد غادي نقصو. هنا ملي تبدا يتشحر لينا غادي نزيد ديك المطيشه، وهنايا تنزيدو المطيشه اللي قطعناها قطع تكون صغيره. صافي تنبقاو نحركو هكا حتى تذوب ديك المطيشه، ومن بعد عاد تنزيدوها الماء اللي تيكون غليان وتنسد. صافي تنتسناو شويه غير تشحر لينا ديك المطيشه حتى هي تنزل، ومن بعد تنزيد واحد معلقه تقريبا كبيره ديال صلصه الطماطم حتى هي تتعطي واحد باش يجي واحد اللوين زوين في البرياني، مع تيكون داك الصفيفر ديال الزعفران وهذا والحموريه ديال المطيشه تيجي زوين. وغادي نزيد الماء اللي تيكون غليان صافي، وغادي نسدو عليها راه دغيا تيطيب الدجاج ما تياخذش معنا وقت بزاف. اصلا انا ما دايرهش يعني مقطعاهم، يعني مازال لك انت دايره الدجاجه كامله ولا هذه تاخذ معك، اما الدجاج راه دغيا تيطيب. صافي وغنسد عليها دابا. وهنايا ضروري ندير واحد السلطه مع هذا الرز، ضروري خاصها تكون. هنايا خديت واحد شويه الخيار بمطيشه، شويه الخس، ندير ليهم داك بيكربونات ديال الخضره ونخليهم بما ترقدوا ليا بما ساليت، ومن بعد غادي نديرها. تقدروا تحكوا الخيار وديروا معاه ضرون مسوس ولا خيزو، وهذا هادشي اللي تيكون مرافق مع الرز الشلاضه. وهنايا المريقه ديالنا هي وجدات، راكم عارفين الكوكوط راه دغيا. غادي ناخذ واحد اللاطه اللي غادي نحيد منها داك الدجاج ونخليه يبرد شويه، عاد ندخلو يتحمر. بالنسبه بالنسبه لكم نتوما مثلا جايين عندكم ضياف بغيتو ديروا الروز ولا هذا، يعني تبغي تغيري شويه تديري مثلا الدجاج تتقسميه على النص، تيجي الشكل ديالو رائع والمذاق يعني اروع. تتاخدي غير بغيتي تحمري تتاخدي معلقه ديال الزبده ولا زيت البلديه مع التحميره، تتخلطيهم مع بعضياتهم، تتاخدي واحد الشيته وتدهني بها داك الدجاج كامل باش تيجي محمر واللون ديالو تيجي ذهبي. صافي تدخليه للفران تتخليه يتحمر. هنايا غادي ناخذ دابا ديك المرقه غادي نحاول نخويها في شي كاسرونه، وغادي نخلي من التحت مريقه ونبقى ندير طبقات. الطبقه الاولى درت فيها المرقه وزدت عليها الروز، الطبقه الثانيه تزيدي عليها عاوتاني مريقه وعاوتاني تزيدي الروز، تتبقاي هكاك غاده حتى تتقادي ديك المرقه اللي عندك. وبالنسبه للطبقه الاخيره تتخليها هكاك ما فيها والو، يعني تتبقى الطبقه الاخيره تيكون فيها غير الروز، تزيدي فيها داك الزعفران وتزيدي يعني بغيتي تنسمي بالنعناع يا اما كارم ولا عادي، يعني النعناع عادي، انا ما كانش عندي ما درتوش. تاخدي هذاك النعناع تديريه في الاخر
وتتخوي داك الزعفران اللي تيجي في الاخر عاطي داك اللون. الطريقه راه كيف تنوريكم، تديري طبقه هكا طبقه هكا تتكملي داك الروز كامل، ومن بعد تتسدي عليه. غادي نوريكم الطريقه باش ما يجيكمش الروز معجن باش تبغي تسدي عليه. هنايا من تتكملي دوك الطبقات صافي تتخوي داك الزعفران كيف قلت لكم، تاخدي واحد الزويف هو اللي تتغطي به عاد تتسدي باش ما تبقاش تقطر لك الغلاقه. وهنايا اختي بغيت نشارك معكم واحد الوصفه باش ما تقولوش اختي الفيديوهات ديالي راه ما زوينينش. البنات امنتكم بالله اللي اول مره تتشوف القناه ديالي ما تنسيش اختي اشتراك، وما تنسيش واحد اللايك وقليب الا قدرتي طبيعه الحال يعني. فضلا ماشي امر، الا جات على خاطرك وشفتيني تنستاهل وشفتيني تنتعذب على الفيديو، جزاك الله كل خير. والله العظيم الا باقا ما مكملاش الشروط، الا حبيتينا اختي مرحبا والف مرحبا، وانا ما نبخلش عليك بداك الشيء اللي تنعرف. انايا دايره هاد القناه بغيت نلاهي بها راسي في هاد الغربه، بغيت نخرج راسي من بزاف د الحوايج، فقلت ندير شي حاجه اللي نلاهي فيها نفسي، ما نبقاش جالسه وغير الدماغ ديالك تيبقى يفكر. فالله يجازيكم بالخير اللي يعني شافت هاد الفيديو. غير اشتراك اختي ما غادي يخسر منك، يعني ما غاديش تخسري والو. طبعا الا ارتحيتي ليا وبغيتيني، ربما ما تكونيش ارتحيتي، فما نبغيكش انت تكلفي على راسك، انا ماشي مشكل. ولو ندير فيديو تفرج فيه غير واحد ولا جوج ما عنديش المشكل، المهم انا ترفه على نفسي. راكم عارفين الانسان فاش يكون في الغربه راه شي حاجه ماشي سهله، وتكوني بعيده على والديك راه ماشي سهله. غير الام ديالي فقط ماشي حاجه اخرى، راه الام وواحد اختي الصغيره هادو هما عويناتي الاثنين. المهم البنات عندي هنايا القرنفل، وعندي العظومه ديال التمر. هادو تناخذوهم تنديرهم في واحد المقيله تنحمر غير هذاك العظم ديال التمر. البنات اللي عندهم الحجبان خفاف، عندك الشفار خفاف، ولكن الشفار حاولي ما تقربيش لعينك، لان فيه زيت الخروع، وهذاك زيت الخروع راه صعيب على العين، ما تقربوش اختي لعينيكم. المهم تناخذ هذاك العظيمات، تناخذ دوك العظيمات تنحمروهم مزيان ونزيدوا عليهم القرنفل ونطحنوهم. وهنايا من بعد ما تحمروا مزيان غادي نزيد عليهم هذاك القرنفل، عاد غادي نطحنهم، نديرو في واحد الجبانيه يبرد شويه، ومن بعد غادي نطحنهم. تنحصلوا على ديك البودره ديال النواه ديال التمر والقرنفل، تكون مطحونه مزيان، ومن بعد نغربلوها. عرفتوا البنات هاد الوصفه هذه افيكاس الناس اللي حجبانهم طاحوا ليهم ولا خسرتي الفورمه وهذا، غير تبعي هاد الوصفه راه غزاله بزاف، غادي تلاحظي الفرق في حجبانك. الصراحه هاد الوصفات ديالنا الطبيعيه والله الا راه فيها نتيجه، ولكن غير هي تتبغي الصبر وتتبغي المداومه. هاد الوصفه هذه راه غادي يبدا يبان لك من الشهر الاول. الوصفه دائما عطيها فرصه من شهر حتى 3 شهور باش تتبان لك، ولكن هاد الوصفات هادو راه ما عندهم باش يضروك، الا ما نفعوك راه ما غاديش غادي زعما يضروك. انتي عينك ميزانك، راه تتشوفي الوصفه الا مناسباك، تتشوفي المكونات ديالها واش مناسباني هذيك الوصفه، ماشي اللي كانت غادي نديرها ولا اللي كانت غادي نطليها. لا اختي تشوفي الوصفه، تتشوفي المكونات ديالها مناسبيني ديريها، تتشوفي المكونات ديالها داكشي مخربق ما ديريش اختي. بحال هذه راه تشقي بها شعرك، تشقي بها حجبانك، الشفار تقدري تاخدي غير هذيك لوزه تحمريها مزيان وتحكيها على هذا على شفارك، ولكن العين ما توصليهاش. حاولوا ديروها بهذاك ديال الريسيل ولا بهذاك ديال الودنين، وديريها على حجبانك، ما خاسره والو. النهار ديريها في النهار فاش تكوني تتشقاي وهذا ديريها، وملي تسالي داكشي سيري غسلي وجهك كل نهار غادي تلاحظي الفرق تبارك الله في الحجبان. وهنايا البرياني ديالنا ها هو وجد، غادي نشاركو معكم. الصراحه تيجي روعه لا شكلا ولا مذاقا، تيجي رائع. الا بغيتي تبدلي شويه من الطاجين من هذا كل مره وشنو، حتى هو هذا الروز راه هو تينفع بعض المرات ما تكوني قاده ديري والو، تبان لك في الروز تديريه، راه تيجي مع الحوت زوين، تيجي مع الدجاج مع اللحم يا سلام عاوتاني. يعني تديريه بالنكهه اللي انتي تتبغي، وشنو اللي تيعجبك بالحوت ولا بالدجاج ولا باللحم، ديريه بداكشي اللي تيعجبك. غير صبروا معايا البنات، تنشارك معكم فيديو تيكون طويل، ولكن تنحاول ننوع في الفيديو، ماشي تكون في حاجه وحده ممله، وهذا تنحاول انا فيا ما نشارك معكم
كل مره نشارك معكم وصفه، عصير هذا خريجه، يعني وصفه وحده. فانا تنبغي يكون الفيديو بحال هكا متنوع تيعجبني. المهم هنايا كيف تشوفوا زوقت في الاخر بشويه اللوز، واخا كان يتحرق ليا شويه اللوز محمر والبيض مسلوق. تيبقى لكم نتوما اختياري، تقدروا تضيفوا غير من الفوق شويه هذا الزبيب. تزوقي باي حاجه عندك تيبقى لك اختياري، داكشي اللي متوفر الزبيب ولا شويه اللوز ولا هذا تيبقى اختياري، ولا بلاش كاع الا كنتي غير ليك ما كاينلاش. المهم عرفتو راه تيجي روعه شكلا ومذاقا صراحه، غير جربوه. تنرافقوه مع شلاضه، مع هذا ياغورت طبيعي ولا دار مسوس محكوك فيه الخيار ولا خيزو، وتترافقوه مع الطبق ديالكم. واللي تيبغي الحار راه تديروا ليه الحار. راه كيف تشوفوا ما جاش. هي البنات خرجت نتمشى شويه، ندير شويه العمارش. راكم عارفين النهار كامل ما تخرجيش، تبقاي غير في الدار تحسي بالجسم ديالك ثقيل عليك. صافي خرجت لبست الصبر ديالتي، هزيت معايا واحد قرعه الماء وخرجت نتمشى شويه باش نحس براسي شويه، ما نبقاش غير جالسه في الدار بحال. ايوا نتمنى يكون عجبكم الفيديو. وهاد البلاصه عرفتي كان بحال ما كاينش فيها بنادم، الهدوء التام. عرفتي وراه تيكون بنادم جالس هنايا في هاد في هاد الويكاند وداكشي. المهم يلا، ايوا بغيت نكمل معكم هنايا الفيديو لان قبيله كانوا الناس صافي انايا تنشوف شي حد صافي تنحشم. صافي كيف قلت لكم تنخرج شويه نتمشى. راكم عارفين الانسان تيكون بعيد على والديه، على ما تيكون عنده حتى واحد من غير الله سبحانه وتعالى. صافي تنحاولوا نديروا اجواء لراسنا، وتتحاولي ما تبقايش جالسه في نفس الروتين. ايوا الحمد لله على كل حال. كل واحد فين كتب لي الله يكون. وانا صراحه تنتفادى العلاقات وداكشي باش صراحه عرفت الناس، عرفت هذا، ولكن شكرا. جوز خديهم جوز. شكرا، هذه تنهديها عليكم. خديهم جوز ياك بجوجهم. خديهم جوز. شكرا الله يرضي عليك. الله هذولي ايوا تيكونوا بعادين عليك، راه ما كاينش اللي غادي يكون تيبغيك كيف والديك. والوالدين تيكونوا بعادين عليك، خاصه أنا غير الام ديالي الله يحفظها ويعطيها طولة العمر يا ربي. خليهم عندك. واخا وخليني نهضر شويه عافاك. واخا الام مسكينه هي اللي تتكون صراحه حنايا الام ديالنا مسكينه تعذبات على قبلنا، كانت هي منها كل شيء. ولكن سبحان الله شوف الاقدار فين تتبعدك وفين تتخليك، ما تتكونش ضارب حساب واحد الحاجه. سبحان الله ما عمرني توقعت بانني انا واحد النهار غادي يجي غادي نبعد على الام ديالي. ما عمرني ما كنت متوقعاها، ولكن لا صافي لا العالي كثرتي. يلا شكرا خليهم عندك. خليها مسكينه عايشه، ليش تقطع؟ لا ما تقطع صافي بلاتي. سبحان الله انا ما عمرني ما كنت نتوقع بانني غادي نبعد وهذا، ولكن سبحان الله شوف المكاتب والاقدار كل واحد فين تتكتب ليه. الحمد لله على كل حال. الانسان اللي حدا والديه وحدا الام ديالو وهذا يستغل اي فرصه كانت عنده يستغلها، ما يجلس معاهم، يخرج معاهم، يضحك معاهم، يلعب معاهم بابسط الاشياء. ماشي بالضروره يكون عندك، لاننا لا تسنينا يكون عندنا. راه الانسان يبقى دائما في التمني، ما تنعرفوش حنا غدا ولا بعد غدا شنو. انسان يفرح ما بغاش يجلس يخليني نعبر على الكلمات. بديت تنطلع في الاحاسيس ديالي ما خلانيش. بدات يلعب في هذا الشيء ديال لا. فكيف بغيت نقول لكم الحمد لله والشكر لله على اي حاجه كتبها علينا الله. ربما تكون فيها خير، واخا حنا تنقدروا نشوفوها نقولوا لا وهذا، ولكن راه ربما تكون فيها خير وخير كثير. الحمد لله كاين تواصل كاين هذا، ولكن ماشي بحال. انا كنت دائما كان ديك البنت ديما معروفه، انا وماما دائما انا والوالده ديالي معروفين بان انا هذيك البنت ما تتفارقش يوم. وسبحان الله شوف الاقدار انا اللي غادي نبعد. هي وليداتها كاع عزازين عليها، ولكن كاين واحد الوليد تيكون تيفهمك، سواء ولد ولا بنت تيفهمك، تيحس بيك، تيعرفك.
الا تقلقتي هاك. دابا انا هكاك مع ماما يعني تنعرفها الا كانت مقلقه ولا كان، وانا غير من نبره الصوت ديالي تتعرفني راه انا كيفاش دايره. وانا الصراحه تنحماق على الوالده ديالي، تنقول يا ربي تحفظها وتطول لنا في عمرها ويحفظ جميع الامهات يا ربي، واللي عندهم ميمتو يتهلا فيها. انا يعني اي لحظه عشتها مع ماما هي اسعد ايام في عمري صراحه والله العظيم. رغم ان كانت الظروف الحمد لله على كل حال كانت ظروفنا بسيطه وهذا، ولكن الحمد لله عمرنا ما حسينا بالنقص ولا كاننا عشنا ما نعرف فين كنا عايشين. وحنا كنا رغم البساطه وكل شيء، ولكن كان الفرحه، كانت السعاده بابسط الاشياء. وخاصة في الأعياد راه ما يمكنش أنا وماما راه ما يمكنش حتى لآخر لحظة تلقانا حنا باقين غادي نجي. مسكينة تتبقى معنا حتى ل4 الصباح وهي باقا تدينا تشري لينا وهذا، وعاد عاوتاني تجي للدار تصايب الحلوى وتصايب. ايوا اش نقول لكم، ذكريات. ومازال ان شاء الله شي نهار نعاود لكم كيفاش كانت الحياه ديالي انا وماما. كنا تندوزو بزاف اشياء زوينه، كاينين مغامرات، كاينين شي حوايج والله العظيم الا انا عشتهم مع ماما. كنا يعني في الافراح في الاحزان في اي حاجه. المهم ما نطولش عليكم، ان شاء الله فيديو جديد ونعاود لكم كل شيء. صلوا لي في راسكم، مع السلامه. عزيز وغالي انت يا نور عيني، يلي نلقاك بالشدة والبعد قريب ليا. عزيز وغالي انت يا نور عيني، يلي في البال وعرفك ديما حنين عليا. عزيز وغالي انت يا نور عيني، يلي نلقاك بالشدة والبعد قريب ليا. عزيز وغالي انت يا نور عيني، يلي في البال وعرفك ديما حنين عليا. من يوم